ده محلي. فلقيت بابا بيبارك له وكأنه عارف كل حاجة وبيقول له الحمد لله على توفيق ربنا. فلقيته علي جاي وحط ايده على كتفي وبيقول لي انت اكيد عايزة تعرفي. فضحكت وقلت له اكيد، ما انت عارف ان انا فضولية. فقال لي بصراحة انا ما قدرتش ابعد عنك، والحقيقي ان انا كنت عايزة ابعد عن اخواتي. فرحت نضفت المخزن وطلعت منه الحاجة الصالحة ورميت الحاجات اللي باظت. فبعدها لقيت ابوكي وتاجر معاه جايين علشان يساعدوني في تنظيف المخزن، وكمان أبوكا كان جايب التاجر علشان يشتريه مني، واقترح عليا إن أنا أشتري محل هنا علشان أكون جنبك. وعلي شغل المحل وخرج الكتب اللي كانت مركونة وبدأ يعمل وصفات ويطلع التعليم اللي هو اتعلمه في الطب البديل. وما شاء الله كانت الزباين عليه ياما، بس للأسف الحلو ما يكملش. كان في واحد اسمه منصور كان عنده محل عطارة، بس كان عطار وبس. محله كان جنب محل علي، وكان محل منصور في نفس بيته. طبعا منصور جارنا ده ما كانش بيحب الخير لحد، كان بيحب الخير لنفسه بس. فأول ما محل علي اتشهر وبقى ليه زباينه، بدأ منصور يتضايق ويتغاظ من علي جدا، وكان عايز يعمل فيه أي مغرز علشان يمشي الزباين من عنده. بس علي جوزي كان ماشي بما يرضي الله، لحد ما جه في يوم سمعنا في المدينة إن بنت الحاكم تعبانة جدا، وإن كل الأدوية والدكاترة معرفوش يعالجوها، وكانوا بيندهوا في كل المدن إن يدعوا لبنت الحاكم بالشفا، ولو في دكتور كويس يعرف ينقذ بنت الحاكم يروح المملكة. فعلي صعبت عليه البنت جدا وقال ما يمكن ما جربوش الطب البديل. وفعلا علي راح القصر وقال لهم أنا دكتور في الطب البديل. فعلى طول خدوه دخلوه على البنت، وأول ما شافها عرف هي عندها إيه، ورجع بسرعة على المحل بتاعه وعمل لها خلطة سرية. بس الخلطة دي خدت منه حوالي كام يوم، وفي الوقت ده علي كان باين عليه الانشغال جدا، حتى معايا أنا كان مشغول جدا، وأنا كنت بقوله ربنا يوفقك. بس جارنا منصور حاول يعرف علي مشغول بإيه، فعلي من طيبته قال له إن هو بيعمل خلطة من الأعشاب علشان يعالج بنت الحاكم. فطبعا منصور دي كانت فرصته، وقعد يفكر يعمل إيه علشان يأذي علي. ومرات منصور جارنا لاحظت إن جوزها مش طبيعي فسألته، فقال لها إن هو بيفكر في خطة شيطانية علشان يأذي بيها علي، وإن هو عايز يحط حاجة في الخلطة ديت علشان يموت بنت الحاكم. وطبعا لما بنت الحاكم هتموت الحاكم هيحكم على علي بالإعدام، ويبقى كده خلص منه. بس مرات منصور ما كانش عاجبها وقالت له كده حرام عليك، ده برضو جارنا. فمنصور استحلف لها وقال لها لو حد عارف الموضوع ده انا هقتلك انا بالسم اللي كنت هحطه في الدواء لبنت الحاكم. ومنصور وهو كله مكر راح لعلي في المحل ولقاه بيحضر الدواء لبنت